أعداء تقريرنا اليوم عدوا زميلنا عبد الرحمن الصالح. خلونا نشوف التقرير يا شباب. هل لاحظتم سبب المشكلة؟ الانشغال لأقل من 3 ثواني بالهاتف قد يسبب كارثة. وها هي ردة الفعل بعد فوات الأوان. محل بيني وبينك درب شيطاني. آخر شيء مركز كتازة يا ثقراء. كنت طالع ابغى اجيب عشاء البيت وانا امشي 160 من هذه. طبعا انا مسجل على الجوال مكالمات مدري ايش. لا في سياره طالع علي من الجهه اليمين وقطع قدام الطريق وصدمته. اللي تصدمت انا توفى واللي معي خوي ثاني تكسر. كان وقت ليل، احنا كنا مسرعين في الحقيقه. السايق كان مشغول شوي بالجوال. فجاه كذا بدون مقدمات انحرفت السياره، انقلبت السياره. السايق في اصابه في الكتف وفي الفخذ كسور. أنا إصابتي كانت في العمود الفقري، تسببت لي في شلل نصفي سفلي. طول العمر الحادث كنت جالس ضغط بالجوال وماشي، طبعا أقرب مالي ماسك خط، فنزلت مقطع سناب أختل توازن السيارة وما قدرت أرجع أسيطر. صار مع انقلاب السيارة رمتني طحت على الأرض وصار عندي كسر بالعمود الفقري. طالع من الدوام ومتوجه للديرة ومسرع وراسل أخوياي على جاي. السيارة تمشي ظهر 210 ورفعت النظر السيارة طالعة من الخط وبرد على الخط والعاد ملكته. الله تقلبت على طريق المرقابة. بعد ما كنت راسل اني رايح لهم على الشبين سيزيده ما عاد رحت لهم. دائما الناس ما تعرف ايش هو المعاق. كيف الواحد راح تصير حياته لما يصير معاق؟ يفكر انه على الكرسي وخلاص. يومياته كيف يصنعها وكيف يسويها وكيف ياكل كيف يشرب. انا كنت يعني بطل كمال اجسام، انا كنت رياضي يعني شغال شغل حلو. فجأة في لحظة فقدت الاشياء هذه كلها ولسه تقول عريس يعني فقدت الاشياء هذه كلها. سبحان النفسية قلبت دمار. بغمضة عين صار. كنت ماسك اللابتوب وقاطع اشارة هذه قلت انا بوصل بدقيقتين 3 دقائق وانا الاسد اللي بوصل، فخسرتني من عمري 3 سنين راحت. بحسب إحصائية المرور فإن 90% من الحوادث المرورية الخطرة بسبب 5 مخالفات كان في مقدمتها الانشغال بالهاتف أثناء القيادة. هي صحيحة إن كل شخص تعرض للحادث بسبب الجوال كان واثق من قدرته على استخدام الجوال أثناء القيادة إلى لحظة وقوع الحادث. الهاتف ممكن يجعل حياتك أسهل وممكن أن يكون سلاح وينهيها للأبد، فالخيار بيدك. ايه السبب الجوال، رسائل ومكالمات وتترك خطك ناظر وجه بوجه. الله يجمع قلبنا اشوفه. لبرنامج الثامنة، عبد الرحمن الصالح، الرياض.